السلام عليكم، كيف الحال؟ اليوم معانا جي ام سي تيرين دينالي 2022. تعتبر اصغر سيارة من جي ام سي. مش معناته انه اصغر سيارة يعني حجمها صغير، لا بالعكس، سيارة واسعة من جوا واقتصادية لأبعد الحدود. خليكم معانا عشان تشوفوا باقي التفاصيل عن السيارة. السيارة مثل ما انتم ملاحظين عليها الشبك عملاق من جي ام سي. هذا الشبك يعني انت اول ما تشوفه حتعرف انها دينالي. الشبك كروم، الشبك السفلي عليه كروم، كشافات الضباب ال اي دي والليتات ال اي دي على حرف سي. هذه هوية جي ام سي الجديدة. برضو دينالي بتكمل على باقي السيارة. يعني عندك تحت الباب في كلمة دينالي بكروم، عند الشبابيك من فوق في كروم، ايدين الابواب بكروم، الرنجات مقاس 19، والتواير من هانكوك. الدعامية الخلفية برضو عليها كروم، والباب برضو عليه كروم. هذا الكروم اللي على السيارة كامل. المحرك اللي موجود على السيارة هو محرك 1500 سي سي 4 سلندر تيربو تشارج بقوة 170 حصان و273 التورك. الجير 9 غيارات، 9 غيارات و1500 سي سي، يعني صرفية خرافية. هنحكي لكم اياها واحنا بنجرب السيارة على الشارع ان شاء الله. الابواب بتفتح باللمس، دخول ذكي واغلاق ذكي. الجي ام سي تيرين الباب الخلفي تبعها بيفتح بثلاث وضعيات. طبعا فئة الدينالي عندك عن طريق الريموت تضغط ضغطتين بتفتح، او عن طريق مسكة الباب من هذا المكان بتفتح، او عن طريق القدم اذا عملت فاي الجهة هيك راح تفتح مثل ما انت شايف. وبتسكرها عن طريق الزر الموجود فوق. المساحة الخلفية للجي ام سي تيرين دينالي 880 لتر. هي مساحة نوعا ما مش كبيرة كثير، بس حتنصدم انه انت عندك تقريبا مساحة السيارة كاملة هي مساحة تخزين. يعني انت كل السيارة ما عدا كرسي السواق بتقدر تستعملها مساحة تخزين، وحنوريكم كيف الحين بالفيديو. الحين احنا حنعمل مساحة السيارة كاملة تخزين. طبعا الستارة هاي قابلة للإزالة، بتقدر تشيلها، بتقدر تركبها بهي الطريقة، بس احنا بهمنا مساحة التخزين. في عندك مثل ما انت شايف هذا المكان، تسحبهم بهاي الطريقة تصير عندك ايش مساحة كاملة. الكرسي هذاك راجع شوي لورا، الحين بقدمه بتشوف كيف. الحين مثل ما انت شايف السيارة كلها صارت مساحة تخزين من اولها لاخرها ما عدا كرسي السائق. يعني تقدر تحمل فيها للما لا نهاية. يعني فكرة ذكية منهم على فكرة. جي ام سي تيرين من الداخل شعار الدينالي عندك اياه موجود هون مثل ما انت شايف. عندك شعار الدينالي برضو موجود على الكراسي، مخيط عليهم تخييط على كرسي السائق والراكب اللي جنبه. وعندك اياه موجود على الستيرنج الدينالي. غير هيك كراسي السيارة من الجلد، تحكم كهربائي بالكامل فيهم، تقدم ترفع تنزل تعمل بدك اياه فيهم. عندك الستيرنج مخيط بالجلد مش بلاستيك، عليه مادة نفس الألمنيوم من هذا المكان. وعندك السنادة الوسطية كمان من الجلد. كرسي أكيد من الجلد، يعني مش هيعملوا كرسي السائق من الجلد والثاني من القماش. وعندك أماكن تخزين، الحين بوريكم إياها. أماكن التخزين في الجي ام سي تيرين عندك في الباب، عندك 1 2 3. عندك تحت تان هاي مكان واحد، وعندك أنا كمان مكان كاب هولدر 2. هاي الجهة عملوها عشان ما يتخربط السائق مع الراكب مثل باقي السيارات بيكون بالطول، فبصيروا يسألوا بعض هذا لإلك ولا لإلي، فعملوا اليسار للسواق واليمين للراكب. عندك شاحن وايرلسان، أداؤه ممتاز على فكرة لأنه في مثل كور الهواء، بتمسك التليفون ببطل يتحرك. وعندك مكان تخزين فان كتير كبير ما شاء الله. هذه بتقدر تشيلها تحط فيها الكوينز تاعونك. شوف المكان انت كيف ما شاء الله، حجمه عملاق يعني. والباب اللي عند الراكب برضو في نفس الأماكن كاملة. في عندك كمان هذا المكان التخزين، تقدر تحط فيه موبايل، يعني الراكب بحط موبايله هون بدل ما يحطه بين رجليه أو يحطه في الكاب هولدر أو يحطه في أي مكان. فهذا المكان ممتاز، يعني بتحط فيه تليفونك وامورك طيبة. حتى عاملينه من الربر من تحت عشان يعني ما يتحرك من مكانه. جي ام سي تيرين دينالي فيها فتحة سقف بانورامية، هذه ممكن تفتحها شوي وممكن تشيل بس الستارة. بصراحة ميزة رهيبة في السيارة، يعني خصوصا في الشتاء، في الصيف انسى الموضوع تماما. عندك العدادات بتيجي الشاشة بمقاس 8 انش،
فيها كل معلوماتك، يعني إذا بدك تعرف مثلا كم مشيت السيارة، سرعة الطريق، أي شيء فيها، كل البيانات كاملة فيها. صرفيتك للبترول، التاير برشر، ضغط الإطارات، سرعة الطريق. إذا أنت ماشي في شارع ما بتعرف كم سرعته، بتخبرك هي كم سرعة الشارع اللي أنت فيه. فتقنيات ممتازة فيها. الشاشة الوسطية فيها نظام أبل كار وأندرويد أوتو، تقدر تستعملهم بكل سهولة عن طريق البلوتوث. وفيها واي فاي، فيها بلوتوث عادي، فيها يو اس بي، اي يو اكس، كل الشيء بتحتاجه. فيها نافيجيشن. اللي عجبني بالنافيجيشن اللي فيها انه انت بتقدر تعرف اماكن الرادارات ساهر عند اخواننا السعوديين، يعني السبيد كاميرا، فبكتب لك اياها في الخريطة، فانت بتكون عارف انه في قدامك سبيد كاميرا او شيء. بس طبعا احنا بننصحكم تمشوا على سرعة الشارع. تحت في عندك زر اللي بيطفي الشاشة، عندك زر الهوم اللي براجعك على الأول، هذا اللي بيقدم الصوت وبراجعه بغير المقاطع. هذا الأوكي، يعني أي شيء بدك تختاره بيطلع لك أوكي. إذا ما بدك تلمس تضغطان لأنه هاي الشاشة لمس. عندك تحت تكييف، تكييف مناخين، مناخ للراكب مناخ للسايق، تتحكم فيه. تكييفها ممتاز. احنا حاليا فصل الصيف، درجة الحرارة مثل ما انت شايف 43، بس الحمد لله اليوم الشمس شوي خفيفة. فعندك هان تحكم التكييف الكامل، سرعة المكيف، توزيع المكيف فوق تحت يمين يسار وين ما بدك اياه. عندك هان الجير، هذا جير السيارة، زرار. انا ما عندي مشكلة معاه، يعني احنا حنحكي على الاشياء السلبية اخر الفيديو. ما عندنا مشكلة معاه، يعني انه صارت كل الناس تعمل زرار يعني، بس خليكم لاخر الفيديو شوفوا. تحت عندك مثل ما انت شايف مدخل يو اس بي، يو اس بي سي، اي يو اكس، و اس دي كارد. الاس دي كارد هذا الموجود في الخرائط النافيجيشن، لازم تهتم فيه وتحافظ عليه. ممتاز، لو ضاع يعني سعره فلكي، يعني حيأذيك يعني لو ضاع. عندك كان كمان شاحن للسيارة، الولاعة يعني. نيجي على المكان هان، عندك شو كاب هولدر موزع مثل ما قلنا لكم عشان ما يتخربطوش مع بعض. نيجي هان عندك تسخين وتبريد للكراسي، تسخين وتبريد. وعندك نزول من المنحدرات. عندك أنظمة السلامة حنحكي عليها كمان شوي، هذا هو زر الحفاظ على المسار. عندك زر الحساسات هان، وهذا الزر للأوتو بارك، يعني إذا أنت ماشي وبدك السيارة تصف لحالها، تبركن لحالها، بس تضغط عليه وبتختار الجهة. حنوريكم بالفيديو بعد شوي كيف الطريقة الصحيحة لاستعماله. عندك هان نظام الفور ويل، إنه فئة الدينالي بتيجي فور ويل ودفع أمامي، الفئات الثانية بتيجي بس دفع أمامي. تمام، فانت بتحدد اذا بدك فور ويل، بس مش معناته انك تقطع فيها الربع الخالي. الاصطفاف التلقائي بتضغط على زر الاوتو بارك، بعدين بيطلع لك في الشاشة الخيارات. بدك الباركنج بالطول بالعرض، تختار انت اللي بناسبك. يعني مثلا بدك اياه بالطول يمين او يسار، وبتختار. بتبدا تمشي بين السيارات، بعطيك اوكي، خلص بحكي لك حط الجير مثلا في الريوس، حطه في الدي. بتحط التعليمات اللي بتطلع لك، والسيارة لحالها بتصف السيارة. بس بدك تخلي عينك عليها لأنه مش دقيق جدا الباركنج هذا. من المواصفات الموجودة كمان في الشاشة أو في السيارة بشكل عام، كاميرات 360 درجة. سحبت هيك كبست على هذا الزر يشتغلوا معك. تقدر تشوف من الأمام، من فوق السيارة، من خلف السيارة. إذا مركب قالوصة ورا بتقدر تشيك عليها تشوف إيش وضعها. تقدر تشوف السيارة من فوق، من ورا، من يمين، كل الاتجاهات، يعني 360 درجة المعروفة. فهذه ميزة حلوة. الكاميرات واضحة جدا مثل ما انت شايف كيف الوضوح. الازرار اللي موجودة على الستيرنج، عندك هذه الازرار للتحكم في الشاشة الوسطية، شاشة العدادات. وعندك هذا المكان لمثبت السرعة والرادار وتسخين الستيرنج. تسخين الستيرنج انا بعرف انه ما حد فيكم ما حد حيفكر انه يستعمله، اوريدي مربنا احنا عندنا مسخن. فهذه في عندك ورا الستيرنج كبسات، انت تفكرها لتبدل الجير، لكن هي لا، واحدة بتعلي الصوت، واحدة بتوطي الصوت للراديو، للمالتي ميديا قصدي. والثانية الجهة اليسار مش حقدر اصورها، الجهة اليسار في كمان بتبدل القنوات، يعني اذا ضغطت عليها بتبدل القنوات. بس انا حاليا مش مشغل المسجل، يعني يا فوق بطلع لفوق، تحت بنزل لتحت. معلومة حلوة والله هاي. أنظمة السلامة اللي موجودة في الجي ام سي تيرين دينالي، عندك 4 ايرباجات، ايرباج للسائق، ايرباج للراكب، وايرباج موجود في الجنب على الطرف الثاني كمان، في كمان واحد. عندك رادار أمامي مانع اصطدام، يعني إذا أنت قربت السيارة اللي قدامك ببطئ السرعة تحت سرعة 60. احنا هنحكي على السلبيات آخر شيء في السيارة اللي ما عجبني يعني. وعندك هان
النقطة العمياء، نقطة عمياء بصراحة ممتازة تاعتهم، يعني استجابتها كانت سريعة. وعندك آخر شيء اللي هو المحافظة على المسار. على اليمين بتشوف عندك تحكم في الهيد اب ديسبلاي، هيد اب ديسبلاي والإنارة تحت شاشة العدادات. الهيد اب ديسبلاي موجود بهاي الطريقة، استعملوا مثله في سيارات الميني كوبر، هاي الشاشة الصغيرة اللي بتطلع، أداؤه ممتاز، فيه بيانات كثيرة تقريبا، يعني أنت مش بحاجة إنك تطلع على العدادات، يعني بيحكي لك الاتجاهات، سرعة، سرعة الشارع، تحديد المسار شغال ولا مش شغال، كل البيانات بتلاقيها موجودة فيه. النظام الصوتي اللي موجود على التيرين الدينالي هو من شركة بوز، 7 سماعات موزعين في السيارة، بصراحة أدائهم جدا ممتاز، يعني ما تخيلت هيك، أنا تخيلتهم مثل الراديو تاع أيام زمان، بس لا، أداء السماعات ممتاز جدا. المساحة الداخلية في الجي ام سي تيرين بصراحة واسعة جدا، مريحة، يعني أنا قاعد وماخذ راحتي على الآخر. الحين حصور لكم الجهة الخلفية منها، كراسي الصف الثاني، تشوفوا كيف يعني كانوا بيقدروا يعملوها على فكرة 3 صفوف، بس ما بعرف ليش عملوها صفين، بس بيني وبينك أحسن عشان اللي بقعد ورا يرتاح. الجي ام سي تيرين من الخلف برضو عندك مساحات تخزين في الباب، 1 2 3، عندك خشب، جلد، بلاستيك مقوى، سماعة، هاي الداخلية ما فيها انشعار الدنالي، كراسي طبعا جلد بالكامل، تخطيط خياطتهم كثير حلوة ومرتبة، يعني شكلهم كثير أنيق. في فئات بتيجي باللون الأوف وايت، وفي فئات بتيجي باللون الأسود، يعني هو خيارين، يا أوف وايت يا لون أسود. عندك كاب هولدر هذا وسطية ممتازة، هذه عندك تكييف خلفي للركاب الصف الثاني، وعندك تسخين كراسي للمقعد من الأسفل ومن الأعلى، بعرف انك ما حتستعمله بس هاي المعلومة لازم احكي لك اياها. فتحتين شحن يو اس بي، وفتحة 220 فولت تحت، بدك تشغل لابتوب، بدك تشغل اي شيء، تشحن اي شيء بتحتاجه، هاي موجودة عندك. والحين بوريكم مساحة الخلفية، رغم انها كثير ممتازة مبينة معكم، بس حوريكم اياها الحين بفيديو. المساحة الخلفية مثل ما انتم شايفين مساحة ممتازة جدا، يعني شوف انا مادد رجلي للاخر، في تقريبا نص شبر بينه وبين اللي قدام، هذا الكرسي معمول على طولي انا، عرفت كيف؟ حتى اطول شوي، بس يعني انه قول على طولي. فالمساحة ممتازة بالخلف، لو عملوها 3 صفوف كانت حتكون ضيقة كتير وما كان حيكون في مساحة تخزين، بس اللي بده 3 صفوف بياخذ الفئات الاعلى، عرفت، يعني في نوع ثاني من السيارات، مش لازم تاخذ هذا النوع، بس هذا النوع مناسب لكثير ناس الكبار بالسن اللي بيقدروش يطلعوا وينزلوا اماكن، يعني سيارات عاليه، بنات، شباب صغار، صرفيتها كثير ممتازه للسياره، بتمشيك الستة لتر، 6 لتر بمشوك 100 كيلو متر، اللتر الواحد بمشي 15.2 كيلو. فانت بهاي السياره عندك يعني ممكن تتعبيها مرتين بالشهر، اذا كان 60 اذا كان 60 لتر خزان، يعني معدل بدها تمشيك مش اقل من 1000 كيلو، مش اقل. فهذه هي السياره بشكل عام. الحين حناخذها تجربه قياده، نحكي لكم تفاصيل عنها اكثر ومعلومات اكثر بخصوص العزل، نظام المحافظه على المسار، الانظمه الكثير اللي فيها. من السلبيات اللي ما عجبتني في السياره انه شباك السايق اوتوماتيك وباقي الركاب كلهم عادي، كان مفروض كل زرار تكون اوتوماتيك، الدينالي يعني مش فئة العادية. السلبية الثانية اللي في السيارة ما عجبتني، الجير اوكي، هذه يعني الار بتسحبه لورا، الدي كمان لورا، الان بتضغط زر والبي بتضغط زر، هذه بسيطة، امور طيبة يعني تمام. بس المشكلة في التبترونيك، يعني انت الجير حاطه هيك يعني وحجمه صغير، انت فاهم كيف بدي استعمله ما بعرف، يعني هذا المفروض له كان شفتر ورا الستيرنج او اي شيء، كان احسن ما يكون هذا المكان يعني. السلبية الثالثة والأخيرة كانت في مانع الاصطدام الرادار. الرادار جربته أنا على سرعات عالية، ما بيهدي السرعة ولا شيء، بس بيعطيك تنبيه صوت، كان يفضل إنه يهدي السرعة أو يمسك بريك، كان حيكون شيء خرافي طبعا، بس هو للأسف على سرعة 60 بيبدأ يخفف سرعة السيارة، يعني إذا أنت كنت ماشي أكثر من 60 مش حيعمل لك شيء إلا صوت تنبيه بسيط جدا، وهذه يعني أنا شايفها يمكن مش ميزة، لكن ممكن الناس تقول لك لا هذا هيك أنا برتاح عليه. عموما هذه السلبيات اللي ما عجبتني في التيرين دينالي 2022. الحين حناخدكم جولة في الجي ام سي تيرين دينالي. حلوة كلمة دينالي، لازم تلبس الحزام، مش عشان المخالفة، عشان سلامتك.
السيارة على قد انه ماكينتها ما هي صغيرة واقتصادية، يعني تعتبر السيارة الاقتصادية الوحيدة عن جي ام سي، انه كل 6 لتر بتمشيك 100 كيلو، رقم ممتاز يعني. بس العزم فيها ممتاز، يعني لو انت جربت تدوس فيها حتعطيك اداء جيد بالنسبة لحجم الماكينة. اللي حيدخل يقول لي بطيء او لا، واحنا ما هو ما بينفع، انت بدك كورفت بسيارة اقتصادية ما بيجوا مع بعض، فاهم كيف؟ هي اجت هذه في سيارة واحدة بس في التاريخ، اللي هي البورشه 918 سبايدر. هذه السيارة الوحيدة كانت سوبر كار واقتصادية. إذا بيناسبك الموضوع روح اشتريها عمي، بس سعرها فوق المليون و700 ألف دولار يعني. فهذه السيارة عليها ضمان 5 سنين وسيرفيس لل100 ألف، يعني ضمان وسيرفيس 5 سنين أو 100 ألف، ومساعدة على الطريق 4 سنين. سيارة ممتازة، فيها الهيد ديسبلاي كتير ممتاز، كتير بيانات فيه. عندك المانع الاصطدام الامامي مثل ما حكيت لكم، ما كان يعني بالمتوقع، كان المفروض يكون احسن من هيك بكتير. عندك كمان ممر الكراسي، هذه طبيعي موجوده بكل السيارات الفخمه. الخشب اللي موجود في السياره قليل نوعا ما بالنسبه، بس المميز فيها انه البلاستيك اقل من المتوقع. يعني كنت متوقع الاقيها كلها بلاستيك، بس لحسن الحظ طلعت لا، فيها نسبه الجلود اعلى، الفخامة فيها أعلى بكتير. سواقتها هادية وناعمة جدا. استجابة المحرك للتروت الهواء كتير رائعة يعني. السيارة بصراحة لما جابوا لي أنا ما كنت بعرفها، يعني شو التيرين هاي أول مرة، حتى في أسواقنا يمكن ما حد بعرفها. بس أداء السيارة جيد جدا. بالنسبة لسعرها، الدينالي الفئة اللي معاي حاليا سعرها 146 ألف درهم. 146 ألف درهم تاخذ تيرين دينالي. السيارة ما عليها أي كلام، مساحات تخزين موجود، أنظمة ترفيه موجودة، نظام الشاشة اللي عليها النظام الثامن، نظام الحديث. استجابة الشاشة نفسها لللمس سريعة جدا. المكيف اللي فيها أغلبنا بيعرف إنه مكيفات سيارات الأربعة سلندر بتكون تعبانة، بس هذه مكيفها ممتاز مع تبريد الكراسي، يعني أنت ما بدك أكثر من هيك، بس بدك تركب شوية مخفي عليها عشان الشمس، عشان داخليتها لونها أسود. لكن غير هيك السيارة أدائها جيد جدا بالنسبة لسعرها وبالنسبة لمواصفاتها. اللي بدور سيارة اقتصادية عائلية واسعة تشيل أغراض وتشيل ألعاب أولاده، عندك هذا الخيار. 9 غيارات. اللي ما عجبني قلت لكم التبترونيك، الزرار صغير حجمها. باقي المواصفات كل السيارة ممتازة، كلها ممتازة. الشباك السايق اوتوماتيك، باقي الشبابيك عادي، ما بعرف ليش ماخذينها من جماعة مين، ما بعرف مين، انتم بتعرفوا اكتبوا لي في التعليقات. وعندك سقف بانورامي جميل. الحمد لله اليوم الله رحمني، يعني بعت لي شوية غيم يغطي عليه وانا بصور، درجة الحرارة كانت كثير عالية. هذا الريموت تبعها مثل ما انت شايف عليه شعار الجي ام سي من ورا. الازرار فتح واغلاق، فتح الباب الخلفي وتشغيل عن بعد وزر التنبيه، هذا هو. الفئات الأقل طبعا بيجي عليها بعض الأوبشنات الموجودة مش حتكون موجودة فيها، والأسعار حتكون أقل، لأنه هي سعر السيارة بيبدأ من 90 ألف، هذا للفئات الأقل. لكن إذا أنت عندك فئة الدينالي، أي سيارة من جي ام سي كلمة دينالي عليها يعني فئة الفخامة. سيارة دينالي أفخم سيارة، يوكون دينالي أفخم شيء، يعني هي القاعدة الذهبية. إذا شفت كلمة دينالي اعرف إنه أنت بتشوف أفخم سيارة موجودة عند شركة جي ام سي. يعني هذه اللي بتنافس مثلا كاديلاك، بتنافس مش هاي السيارة الدينالي، لأنه الفئة الفخمة. فالسيارة مثل ما أنتم ملاحظين عزلها ممتاز، أدائها ممتاز. يعني بالنسبة للمواصفات اللي فيها، الأداء والسعر كل شيء فيها ممتاز. يعني ضمان 5 سنين، يعني أنت خلال 5 سنين مش حتحط على السيارة ولا درهم، فبتكون صفقة رابحة يعني، وخصوصا انها اقتصادية، وانتم عارفين البترول قاعد يطير في السماء في وقتنا، في وقت تصوير الفيديو. يعني ما بعرف في المستقبل ان شاء الله بنزل، اغلب الناس توجهت لسيارات الكهرباء. بس هذه خيار ممتاز اذا انت ما بتقدر ساكن في شقة وما بتقدر تاخذ سيارة كهرباء وبدك سيارة عائلية صغيرة يعني اقتصادية، هذه احسن خيار بشوفه انا حاليا في السوق، لانه واسعة مريحة فخامة كل شيء فيها، يعني تسوقها وانت مبسوط. يعني عرفت كيف؟ الفيديو هذا مش معناته روح اشتري السيارة، انت هذه خيارات ترجع لك، هذه مراجعة عن السيارة بشكل عام. عجبتك روح اشتري، ما عجبتك ما تشتريها. انا ما بقول لك روح اشتريها، اوعك تفكرني بحكي عن سيارة
عشان اخلي حد يشتريها. انا عجبتني بقول عجبتني، ما عجبتني خالصين. هاي في سبيد كاميرا حاليا في الشارع، فخريطة السيارة بتعطيني تنبيه انه في رادار في الشارع، انتبه امشي على سرعة الشارع. صراحة ميزة حلوة يعني، بس الواحد لازم يمشي على سرعة الشارع حتى لو ما فيها الخريطة. ليش تاكل لك رادار؟ لو اسرعت، لو رحت، لو اجيت، نفس الوقت حتوصل. يعني لو انت ماشي على سرعة 100 واللي جنبك ماشي على سرعة 150، انتوا الاثنين حتصلوا تقريبا بنفس الوقت. هو حيقف على اشارة، انت حتمشي قبله وبعده، فدائما السرعة خطر. عموما بنكون وصلنا لاخر حلقة اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. نشكر GMC الشرق الاوسط انهم وفروا لنا السيارة نعمل عليها التغطية. اذا عجبك الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك واشتراك، ولا تنسى تفعل زر الجرس. واذا ما عجبك تكتب لنا ليش ما عجبك عشان نطور من حالنا. احنا مش فريق يعني، انا لحالي وتصوير انا بسويه والمونتاج طبعا، فارائكم بتهمني كثير عشان اطور من نفسي. شكرا كثير لكم. كانت GMC تيرين دينالي 2022، وان شاء الله في سيارات ثانيه جايه في الطريق. يعطيكم العافيه.